السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم صلصه بالبيض، ولو تكون عندكم غير بيضه وحده كتجي غزاله ما شاء الله. ترافقوها مع المأكولات ديالكم ولا ديروها غير بوحدها كتجي ما شاء الله غزاله. نتمنى تجربوها. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. في المقادير عندنا 4 ديال البيضات اللي سلقتهم في الماء والملح وشويه ديال الخل. عندي هنا شويه ديال الملحه، 4 الفصوص ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، شويه ديال القرقاع، بغيتو ديروا اكثر ديروا اكثر. عندي هنا زيت العود. الاكله ديال البيض اللي كندير رائعه ومشبعه، كتشبع. ممكن ترافقيها مع سلطه، ترافقيها مع اي حاجه نتيا بغيتي ديريها، كتجي غزاله بحال هكا للعشاء. كتجي رائعه مع شويه ديال الزيتون بحال هكايا شليضه. تكوني عيانه عندك شي حاجه قليله في الدار ديال العشيوه، كتزيدي عليها هاد البيض بهذه الطريقه، كيجي رائع بطبيعه الحال مع خبيز سخون. دابا الحال بارد، مع خبيز سخون ومع شويه زيت العود كيجي يا سلام. دابا غندير معها هاد شويه القزبر ومعدنوس بحال هكذا، مليحه، فصوص ديال الثومه، القرقاع، شويه الزيت. ومن بعد عاد غنزيد نخوي عليها الزيت، غنطحنها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طحنت الطحنه الاولى غنزيد شويه ديال الكمون، ماشي بزاف، غنشوفوا غير شويه الكمون، ماشي بزاف ديال الكمون. الزيت كنبقاو نزيدو في الزيت حتى كتولي لينا كريمه، صافي ديك الساعه ما كنبقاوش نزيدو الزيت. بسم الله. هنا بعد ما طحنتو ها هو كيجي بحال هكا، كيجي رائع. غنخويه معكم هنا. كيجي فيه واحد المذاق رائع زوين. كنديروه في الخبيز يكون سخون مع واحد البريريد ديال اتاي، كيجي رائع. بالطبع هذا ما كنخليوش في الثلاجه، هذا غنديروه اللي غادي ناكلوه ديك الساعه، ما كيبقاش باش نقول لك لا غطيه وخليه في الثلاجه، لا، هذا غديريه غتعشي به ديك الساعه او ديريه في الغداء. صافي ترافقيه بشي حاجه في الغداء او العشاء، باش نقول لك لا خليه وغطيه، لا، هذا كيدار ديك الساعه وكيتكال بحال هكا. بغيتي تاكل بحال الكاسكروط للوليدات، كيجيو كدير داك الخبيز سخون وكديري لهم في الخبيز وكياكلوه الوليدات ديك الساعه، ما كيتعطلش، ما كيبقاش. هنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش في لي لايك وبارطاج والتعاليق ديالكم الزوينه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.